في سنة 2008 كابتن محمود الخطيب كان عامل برنامج 10 على 10 مع بيبو، وفي حلقة من الحلقات كان مستضيف خالد بيبو وثلاثة من براعم الأهلي، منهم ولد حريف قوي بالنسبة لسنه اللي كان وقتها عنده 11 سنة بس، رمضان صبحي، اللي في خلال 17 سنة منهم كان نجم الأهلي الأول ومنهم أكتر لاعب مكروه من الأهلي. فأنا النهاردة جاي أحكي لك إزاي رمضان صبحي دمر نفسه بنفسه. بس قبل ما نبدأ شايك أو قهوتك واشرب ميه عشان صحتك، ويلا بينا نبدأ. بداية رمضان صبحي في موسم 2013-2014 تم تصعيد رمضان صبحي للفريق الأول وهو عنده 17 سنة بس، ودي كانت معجزة على فكرة إنها تحصل في الموسم ده. ومش مجرد اتصعد رمضان بس، لا ده شارك في 13 ماتش، سجل 3 أهداف وعمل أسيست، والهدف اللي جه نتيجة الأسيست ده كان سبب بنسبة 50% في فوز الأهلي بالكونفدرالية الأفريقية، وده كان في ذهاب نهائي الكونفدرالية ضد سيوي سبورت، وماتش الذهاب خلص 2-1 لسيوي سبورت. وفي مصر الماتش خلص 1-0 بهد عماد متعب في آخر دقيقة، والأهلي بيحصل على بطولة الكونفدرالية الأفريقية مع المدرب الإسباني جاريدو. موسم 2014-2015 الموسم ده رمضان صبحي خد فرصة أكبر سواء مع جاريدو أو لما كان كابتن فتحي مبروك اتعين. لا الحمد لله زي ما قلت لك يمكن وقلت دائما ان النادي الاهلي كلهم يا جماعه كلهم لعيبه كلهم لعيبه رائعه. رمضان صبحي شارك في 40 ماتش، سجل 8 أهداف وعمل 4 أسيستات، وكان ساعتها الأهلي خسر الموسم ده الدوري والكاس ضد الزمالك. لكن كان في لقطة مهمة جدا في ماتش القمة بين الأهلي والزمالك، الأهلي كان كسبان 2-0 وفي الدقيقة 93 راح رمضان صبحي واقف على الكورة فحازم إمام ضربه واتطرد، بس رمضان طلع بعد الماتش واعتذر لجمهور الزمالك، وجمهور الزمالك ساعتها هاجمه برضه. انا بعتذر اول حاجه على الكوره اللي انا عملتها، بعتذر لجمهور نادي الزمالك، ونادي الزمالك نادي كبير وانا بعتذر له، بس هي جت تلقائيه. فاول حاجه موسم 2015-2016 رمضان صبحي الموسم ده شارك في 34 ماتش، سجل 6 جوال وعمل 12 اسيست، والموسم ده رمضان صبحي كان يعتبر حديث افريقيا كلها لانه كان سجل هدف التأهل ضد نيجيريا لتصفيات كاس العالم. ورمضان كان عليه كل الامال من الجمهور وكان كلها متامله فيه خير وانه يبقى احسن لعيب في مصر مع محمد صلاح، لعيب سريع حريف قوي فينيشر، ثقته في نفسه وكاريزمته، وطبعا كان هو ابن النادي والجمهور كله بيحبه، وكسب مع الاهلي الدوري والسوبر المصري. وفي ماتش السوبر كان عامل اسيستين في الماتش ده وكان عامل ماتش حلو، لكن ده مش كفايه طبعا، رمضان صبحي وقف على الكوره تاني وبسبب الحركه دي حصلت خناقه كبيره قوي. طيب بقى انا ليه ذكرت ده؟ لان انا شايفها حركه عاديه، هي حركه استفزاز مش اكتر، يعني مثلا الكوبري ده اهانه اكتر من انه مهاره، مع ذلك مش بتحصل خناقات. يعني نيمار مثلا لو كان بيلعب في الدوري المصري كان هيتخانق في كل الماتشات. لكن في معلومه كده حابب اقولها لك، ان الاتحاد البرازيلي بسبب ديباي منع الوقف على الكوره لانهم اعتبروا الحركه دي اهانه، وان الحكم لازم يحسب فاول وانذار للاعب. ونيمار انتقدهم وقال لهم انتوا كده بتموتوا متعه كره القدم، وهو عنده حق بصراحه، ما هي كره القدم حلاوتها في الحاجات دي مش في الصفقات ام 200 مليون والعك ده. المهم نرجع لرمضان صبحي. في موسم 2016-2017 رمضان صبحي بينتقل لستوك سيتي، ورمضان ساعتها كان تاني اغلى لعيب يبيعه الاهلي بعد مليك ايفونا، لان ايفونا ساعتها كانت اتباع ب7 مليون و250 الف يورو، ورمضان ساعتها كان يعتبر اصغر محترف مصري في تاريخ الدوري الانجليزي. لكن رمضان شارك في 20 ماتش، عمل اسيست واحد بس وكان ضد كريستال بالاس، وما قدمش اي شيء يذكر. في موسم 2017-2018 رمضان صبحي نوعا ما شارك اكتر، وكان الموسم ده احسن من اللي قبله، بحيث انه شارك في 28 ماتش، سجل 4 اهداف وعمل اسيست. ومع العلم برضه رمضان ساعتها كان عنده 20 سنة، فيعني كانت لسه يعني بدايته قوية. لحد ما يجي موسم 2018-2019 رمضان صبحي بينتقل لهدرسفيلد ب6 مليون و500 الف يورو، لكنه شارك في 4 ماتشات بس بدون اي شيء يذكر، وده بسبب انه ما قدرش يلتزم الالتزام الكافي وما تكيفش على سرعه وقوه الدوري الانجليزي، وكمان هو دخل بنفس عقليه النجم الكبير المدلل من الجمهور وما اشتغلش على نفسه او طور من نفسه، وده اللي خلى النادي في يناير يبعته اعاره للنادي الاهلي ب 800 الف يورو. ورمضان صبحي في 27 ماتش مع الاهلي سجل هدفين وعمل 4 اسيستات، وعمل اداء حلو نوعا ما، وكسب مع الاهلي الدوري والسوبر، وده على مستوى الانديه. على مستوى المنتخب رمضان صبحي كان قائد المنتخب في افريقيا تحت 23 سنه، والجيل ده كان قوي قوي لكن ما تمش استغلاله. يعني تخيل كان في محمد صبحي وكريم العراقي واسامه جلال واحمد رمضان بيكهام واحمد فتوح واكرم توفيق وناصر ماهر وصلاح محسن وعمر حمدي ومصطفى محمد وناصر منسي واحمد ياسر ريان وعبد الرحمن مجدي وعمر صلاح وعمر رضوان وغيرهم كتير قوي. كان جيل قوي فشخ، لكن ما تمش الاستفاده منهم لان كانوا معينين لهم كابتن شوقي غريب اللي هو غريب فعلا.
موسم 2019-2020 هنبدأ على مستوى الأندية. رمضان صبحي إعارته خلصت ورجع لهدرسفيلد، لكنه ما لعبش ولا ماتش مع الفريق، انتقل على سبيل الإعارة تاني للأهلي، بس المرة دي ب 750 ألف يورو. أمي ابني أمي ابني. شارك في 9 ماتشات، سجل 5 أهداف وعمل أسيست. على مستوى المنتخب هو طبعا كسب مع أفريقيا مع منتخب مصر تحت 23 سنة. المهم بيتأهل للأولمبياد. المفروض بقى لينا 3 مقاعد للاعبين الدوليين أو الكبار يعني، فطبيعي كان مثلا الكل متوقع الشناوي وصلاح والنني، عشان خاطر بقى أنت فاهم تعمل حاجة زي ما البرازيل عملت لما كان معاها نيمار في أولمبياد ريو دي جانيرو في 2016. لكننا اتفاجئنا باختيار الشناوي وحجازي والونش. طبعا أنت هتقول لي ما كانوا كويسين ساعتها، يعني هقول لك بس احنا ما كناش محتاجينهم. يعني انت في مركز حراسة المرمى كان عندك صبحي ومحمود جاد وعمر رضوان وعمر صلاح ومصطفى شوبير. السنتر باكس كان عندك أسامة جلال واحمد رمضان بيكهام ومحمد عبد السلام ومحمود مرعي ومحمود الجزار. طب انت اللي جايب اللعيبه في المراكز دي، يعني انت مش محتاجهم اصلا، يعني انت جايب كمان 2 نفس المركز، يعني فمحدش عارف المنتخب ساعتها، يعني فاهم، يعني المنتخب كان داير بالحب كده. اول ماتش منتخبنا زهق منتخب اسبانيا وخلص 0-0. تاني ماتش اتغلبنا 2-0 من الارجنتين، واخر ماتش كسبنا استراليا 2-0 وتأهلنا واتغلبنا من البرازيل 1-0 وخرجنا من دور ال 16. موسم 2020-2021 يوم 9/7/2020 رمضان صبحي بينتقل من هدرسفيلد لبيراميدز ب5 مليون يورو، في صدمة لجماهير الأهلي وجماهير الكورة عامة والإعلام، ومشاكل كتير حصلت، ومن هنا كانت بداية النهاية لرمضان صبحي. على مستوى اللعب رمضان شارك في 37 ماتش، جاب 12 جول وعمل 5 أسيستات. خارج الكرة بقى رمضان استحمل كمية شتايم ومشاكل ما يستحملهاش بني آدم، وسف وتريقة، يعني فاهم حاجة اوفر قوي. والمشكلة انك مثلا ما رحتش نادي جماهيري زي الزمالك هتلاقي جمهور بيدافع عنك، لا انت رحت فريق حرفيا انت ما فيش غير اللاعبين والإدارة والجهاز الفني اللي هيدعموك وهم قاعدين معاك، انما على السوشيال ميديا انسى، هم مش عايزين يخسروا حب الجماهير دي ليهم. يعني مثلا لويس فيجو لما انتقل من برشلونة لريال مدريد، طبعا اقليم كاتالونيا والعاصمة ريال مدريد بعاد عن بعض، ففيجو كان عايش حياته طبيعي بره الكورة، اما في ماتشات الكلاسيكو كان بيتفشخ. مثال مصري حديث امام عاشور لما انتقل للاهلي، جماهير الاهلي طبعا كانت بترد على اللي يقلل منه من جمهور الزمالك، كذلك الوضع مع عبد الله السعيد وناصر ماهر، الزمالك بيدافع عنهم. اما رمضان راح فريق مش جماهيري اصلا، كان في عك اداري من حيث صفقات كتير وكل شويه تغيير مدير فني، الحاجه الوحيده المفيده الفلوس بس، ودي كانت ممكن تقدر تعملها مع الاهلي بسهوله، ودي هنتكلم عليها بعدين. المهم نرجع على مستوى الكوره، بس انت لسه ما عملتش سبسكرايب ودي حاجه ضايقتني. عامل سبسكرايب يا اسطى، يعني انت فاهم بالحب كده، تعب نفسي وبتكلم وكاتب لك عشان بحبك. عامل سبسكرايب وحط لايك. في موسم 2021-2022 رمضان صبحي شارك في 35 ماتش، سجل 8 اهداف وعمل 6 اسيستات، وخسر نهائي كاس مصر ضد الاهلي 2-1، وده تاني موسم لرمضان مع بيراميدز بدون بطولات. موسم 2022-2023 رمضان صبحي شارك في 30 ماتش، سجل 9 أهداف وعمل 10 أسيستات، وبرضه خرج بموسم صفري وكان جاله إصابة في الموسم ده. موسم 2023-2024 رمضان الموسم ده شارك في 26 ماتش، جاب 5 تجوال وعمل 3 أسيستات، وتوقف بسبب المنشطات لمدة شهرين وإصاباته كترت. لكن الموسم ده بيراميدز كسبت كاس مصر. لكن انت مش ملاحظ ان في انخفاض تدريجي كده في ارقام رمضان مع بيراميدز؟ طيب نروح لموسم 2024-2025 رمضان شارك في 30 ماتش، لكن الحصيلة جاب 3 جوال وعمل 7 اسيستات، وبيراميدز كسبت دوري ابطال افريقيا. بس هل كان رمضان صبحي كان عامل اساسي في فوز بيراميدز؟ لا، ومدرب بيراميدز يوريشيتش بدأ يعتمد على لعيبة تانية غيره، وفي 25 يوليو حصل له مشكلة كبيرة واتهمه في قضية تزوير بتهمة انه خلى حد يمتحن مكانه في معهد السياحة والفنادق في ابو النمرس. موسم 2025-2026 رمضان صبحي اصبح غير مرغوب فيه من يوريشيتش وبيراميدز، وهيتم بيعه في يناير. رمضان حرفيا عمل داون جريد بشع في مسيرته. تخيل بعد ما كنت قيمتك 7 مليون يورو حاليا 1.5 مليون يورو. رمضان اللي كان اصغر كابتن للاهلي وكان نجم الدوري المصري وافريقيا واحسن لعيب شاب في مصر بشهاده ناس كتير، رمضان مش بيتم استدعائه اصلا لقائمه بيراميدز ودايما مصاب. انا هتكلمك عن قرار رحيل رمضان من الاهلي لبيراميدز رغم انه كان اعاره، لكن الاهلي كان عايزه عادي. رمضان قال لك طموح. طيب هنقسم الموضوع. بالنسبه للبطولات رمضان بعد ما مشي من الاهلي، الاهلي كسب 2 دوري و3 كاس مصر و4 دوري ابطال افريقيا و2 سوبر افريقي و3 برونزيه كاس عالم وسوبر مصري طبعا و2 سوبر مصري طبعا. بيراميدز كسبت كاس مصر
والمفروض واحد دوري بصراحه لو كانت اتطبقت اللائحه، وواحد دوري ابطال افريقيا وسوبر افريقي وبطل افريقيا واسيا. يعني انت لو كنت كملت في الاهلي طموحاته اكبر وحقق انجازات اكبر. على الناحيه الماديه الفلوس اللي خدتها من بيراميدز كنت هتاخدها زيها عادي مع الاهلي، بخلاف المرتب انت عندك جوائز بطولات واعلانات اللي انت ما ظهرتش في ولا واحد منهم بعد انتقالك لبيراميدز. يعني انت الاعلانات كان شريف اكرامي بيعمل اعلان لجهينه، حاليا زيزو وتريزيجيه بيعملوا اعلان بس الشركه مقاطعه مش هقول اسمها. فيعني انت فاهم الدنيا فل. يعني على الناحيه الجماهيريه انت خسرت اهم حاجه، الدعم. انت ما فيش حد بقى بيدعمك، بيراميدز مالوش جمهور. يعني مثال، انت لو كنت انتقلت للزمالك انت كان ليك جمهور يدعمك ويحسن نفسيتك ويصد اي هجوم عليك، انما انت حرفيا بقيت من غير اهم حاجه لاي لاعب، الجمهور. انت بعد انتقالك لبيراميدز اتعرضت لمواقف كتير سيئه، لكن هل ده بسببك؟ لا، انت انسان حقك تختار ويتحفل عليك عادي في الملعب او ميمز عادي، بس ما توصلش لشتيمه واهانه وايذاء نفسي ومادي. انا مش فاهم يعني انت كانسان استفدت ايه مثلا انك اذيت لعيب او شتمته؟ يعني هل مثلا هو هيديك مليون جنيه ويقول لك والنبي ما تشتمنيش؟ هل الاهلي اداك جايزه المشجع المثالي؟ لا. طب انت بتشتم اللعيب ليه؟ مش عارف، هو كده انا لازم اشتمه عشان دي مبادئ الاهلي وهو ساب الاهلي وباع الاهلي، انا لازم اشتمه. انت شايف كده يعني؟ يا عم انا شايف كده ولازم اشتمه واشتم اي حد مش بيتابع الاهلي، واقعد اشتم في الناس كلها واشتم بلد كامله. طب انت كده بتاخد ذنوب عليهم يا عم. لا ده انا حاجه استغفر الله العظيم. يعني على فكره اللي انا بقوله ده مش تريقه، يعني أنا يعني قابلت ناس كده بجد. فما تنكرش ان منتخب مصر خسر رمضان صبحي، اللعيب كان له مستقبل وعليه امال كبيره وعشان كان موهبته كبيره قوي، يعني فاهم. لكن الموهبه مش كفايه، القرار الغلط ممكن يهد كل اللي بتبنيه في سنين. لكن حصل اللي حصل واتمنى الخير للجميع. ففي النهايه لو الفيديو عجبك قول لي رايك في الكومنتات واعمل سبسكرايب ولايك وشير وبس كده. يا رب دايما تكونوا بخير والسلام عليكم. زعلت من رمضان صبحي؟ زعلت عليه. رمضان صبحي خطير جدا رمضان صبحي يا ولد يا لعيب. حتى وشه بشوش يا اخي. الموهوب رمضان صبحي. رمضان صبحي مرة ثانية. رمضان طبعا رمضان كان نفسه بعد المرجحة اللي عملها رمضان. المشهد اللي انا شفته انه واقف يا رمضان يا ولد يا ابن النادي يؤكد من جديد وجديد هو نفس رمضان. انت قدامك، يعني انا اول ما قلت لامير الكلام ده قالوا لي انت ساعه وترد عليا. تعادل لبيراميدز. رمضان